السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت نقدم معكم حلوى سنيكرز بأسهل طريقة وبمقادير بسيطة وناجحة من أول استعمال. خليكم معايا في طريقة التحضير. عندي لهنا 5 حبات نتاع البيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، كاس ناقص إصبع تاع السكر عادي، ومن بعد نضربهم بالباتور جيدا حتى يذوب لنا السكر نتاعنا. ما ننساوش رشة الملح ضرورية في هذه الوصفة، لازم رشة الملح. المهم هكذا ونخلط الخليط نتاعي جيدا حتى يبيض وحتى يتغير اللون نتاعو ويذوب لنا السكر تماما. لهنا انايا ذوبت 100 غرام شوكولا سوداء مع 125 غرام تاع زبدة. لهنا بعد ما ذابت الشوكولا مع الزبدة نضيفها للخليط نتاعي. بعد ما تكون خليتها بردت مرة بعدها ضفتها للمزيج نتاع البيض نتاعي، نضربها بالباتور. لهنا ضفت 2 مغارف نتاع كاكاو، 2 مغارف صغار كاكاو عادي، كاكاو البني مش الاسود، باسكو الشوكولا تاعنا راهي نوار. ونبدا نضيف الفرينه نتاعي وضفت نص باكي نتاع الخميره. ما ديريش خميره بزاف باسكو سنيكرز ما يحتاجش للخميره. نفرغ لهنا في المزيج نتاعي لهنا عدلته جيدا في المول نتاعي ومن بعد ندخلو يطيب. لهنا نخبطو 2 خبطات باش تخرج لنا ذوك الفقاعات وندخلو يطيب على فرن سخن مسبقا. بعد ما طاب وخلص وخليته برد بديت نقص فيه لهنا، كل واحد كيف يحب يقصو وانا قصيته هكذا. المهم لهنا طريقة التقطيع راهي اختيارية، كاين حتى اللي يديرو في المول، انا درته هكذا في البلاطو برك. انا قطعته لهنا مستطيلات. بعد ما قطعته خلصت نجيب الكراميل تاعي والجوز ونبدا نحط فيه من الفوق في الوجه نتاعو. طريقه سهله. ونقلاصي الحبه نتاعي، كل حبه انا خدمتها قلاصيتها في الطريقه باش ما يصيحلناش كراميل ومن بعد ما نقدرش نقلاصيه. يعني طريقه سهله جدا. لهنا الجوز نتاعي انا قطعته هكذا بالموس وخدمت به عادي. هذا هو سنيكرز تاعنا في شكله النهائي، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وما تنسوش تشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله ومع وصفه جديده، وهذا مكان وسلام.